أهلا بيكم. أنا سامية علوبة. عايزة أقول لكم كده كم معلومة بسيطة أو ملاحظة. يا رب تكونوا مرتاحين في الصيام وحاسين بآثاره الإيجابية. إحنا دايما وقت رمضان بنفتكر بنقعد نسمع حاجات ونقرأ عن مميزات الصيام، إزاي بيريح الجسم، بيريح المعدة، برضه ريح الذهن، بيبقى رايق الذهن، غير الصفات اللي اتكلمنا عليها قبل كده، إزاي بنتعلم الصبر والتسامح وكل الحاجات الحلوة دي. ملحوظة كانت أكدت لي مميزات الصيام. عندي زميلة هنا فرنسوية، باباها من بوسنيا، مسلمة، متجوزة راجل ماليزي مسلم، بتصوم وهي مليانة شوية مش كتير، ست لطيفة جدا. فجت تزورني من يومين، بتصوم هي وجت تزورني من يومين. أول ما فتحت لها الباب حسيت إنه وشها رايق، وحتى ما فيهوش قلت قوي، كان عندها تجاعيد بسيطة جدا، قلت ده كمان وشها رايق، وحاسة انها خاسة شوية كمان. ما قلت لهاش حاجة، بتكلم معاها وجي جوزي محمد سلم عليها، بعدين لقيته بيقول لها وشك رايق جدا، الصيام مأثر عليكي بإيجابية واضحة. فأنا قلت تصوروا بقى ان انا كمان عندي نفس الملحوظة، كنت لسه مستنية اقولها لها. ده اكبر دليل انه فعلا الصيام بينظف الجسم من جوه والعقل، الروح إجمالية بتتنظف. بس كمان الزميلة دي بتاكل بطريقة معينة في وقت رمضان، بتفطر خفيف، بتفطر شوربة، وما بتاكلش لحوم حيوانية كتير. بتاكل التوفو اللي هو من الصويا بين، بتاكل فراخ، بتاكل سمك، لكن يمكن البروتين بتاعها أغلبيته خصوصا في وقت رمضان شايفاها بتاكل مثلا البروتين من الحبوب، العدس، فاصوليات الحبوب. ولو أكلت فراخ، ده اللي كنت عايزة أقوله لكم. مثلا الهرم الصحي إنه 50% من الطبق بتاعنا يكون من الخضروات اللي غير نشوية. زي إيه؟ زي الجزر، البروكولي، السبانخ، وكل الأوراق الخضراء الغامقة، الكيل، عيش الغراب، الكولي فلاور اللي هو القرنبيط، الفلفل الكبير الأخضر مش الفلفل الحراق، الأحمر والأصفر والأخضر. الخضروات الغير نشوية هي دي: كرفس، الأسباراجوس، الفاصوليا الخضراء. ف50% من الطبق بتاعنا يكون متكون من الخضروات دي. 25% يكون متكون من البروتين، مش شرط يكون بروتين حيواني، ممكن نبدل يوم بروتين حيواني يوم من الحبوب. طبعا العدس معروف، الفاصوليا الحمراء، الحبوب، الفاصوليا البيضاء برضو، بس الفاصوليا البيضاء فيها نشا، وكمان العدس فيه، بس بما انهم صحيين قوي كبروتين فممكن برضو ناخد كمية محدودة. ايه كمان الصحي لو هناكل بقى نشا؟ الأصح من الرز الأبيض الرز البني، حبوب برضو المتكاملة. لو هناكل عيش يبقى معمول من دقيق كامل مش دقيق أبيض. كينوا، الفريك، البرغل، كل الحاجات دي بتظبط كمان السكر، نسبة السكر في الجسم، وبتقلل الكوليسترول، الواحد بيحس نفسه أنشط. بعدين طبعا لازم يبقى فيه دهون، بس الدهون الصحية هي اللي هايلة وبتساعد على برضو إحساسنا بالخفية، بنبقى خفاف. الدهون الصحية بتيجي من سمك السالمون، بتيجي من الأفوكادو، بتيجي من بعض برضو الحبوب بيبقى فيها شوية دهون. احنا محتاجين ده، فلازم ناكل الدهون الصحية اللي بتيجي من النباتات. كنت عايزة بس أشارككم معايا في الملاحظة دي اللي ثبتت فعلا قدام الواحد كده، مزايا الصيام اللي بينظف الجسم. من الحاجات اللي حابة أزودها لكم طبعا مهمة جدا في رمضان، في قمر الدين، فده مشروب صحي جدا من المشمش، بس يا ريت ما نزودلوش سكر، لأن احنا عارفين السكر هو اللي بيسبب الالتهابات، وعارفين إن الأمراض معظمها سببها الالتهاب، سواء مرض القلب، السكر، حاجات كتير قوي من أمراض السرطان سببه السكر، لأنه خلايا السرطان بتتغذى على السكر. قمر الدين حاجة صحية جدا، تتاكل أو تتشرب. كمان الخشاف لو حطينا فيه القراصية، المشمش، في ناس بتحب تحط فيه لوز مقشر، التين الناشف، ده صحي جدا، بس برضه مش محتاج نزود له سكر خالص. الزبيب، المكسرات من الحاجات اللي فيها الدهون الصحية، نسيت أقول لكم دي طبعا مهمة جدا وقت رمضان، كلنا بنحب ناكل عين جمل ولوز
والفواكه ما ننساش الفواكه. انا ما قلتلكوش في الطبق الصحي مع الخضروات اللي ما فيهاش نشا وفي الخضروات اللي فيها نشا. الخضروات اللي فيها نشا زي احنا بنسميها خضروات القرع عسلي، نوع معين من الكوسة، الذرة، كل الحاجات دي فيها. البطاطا صحية جدا بس فيها نسبة نشا اعلى من الحاجات التانية. لو هنعتبرها من الخضروات النشوية. مش معناها ما ناكلش من ده، ناكل من دول بس ناخد بالنا من الكميات، لان احنا عارفين النشا بيتقلب لسكر. من الحاجات الصحية طبعا الفواكه، بس نعرف ان الفواكه فيها نسبة سكر عالية فمش هناكل كميات كبيرة. وطبعا الفواكه لما بتتاكل بالفايبرز اللي فيها، يعني مثلا البرتقان اصح ناكله زي ما هو عن ما نعصره. عشان نعصره بنضطر نستعمل كذا برتقانة، وكمان عشان بيبقى خالي من الفايبرز. متأسفة قوي ناسي دلوقتي الكلمة بالعربي. ساعتها الجسم هيمتصه بسرعة اكتر لو هو ما فيهوش الفايبرز. لكن لما ناكلها الفايبرز ده مفيد، بيبطئ امتصاص دخول السكر في الجسم، فما بيحصلش العلو مرة واحدة والهبوط مرة واحدة. البطيخ، كل الحاجات اللي فيها فايبر دي كويسة. معروف انه كل انواع الفراولة، بلاك بيري، نوع الفاكهة دي برضو صحية جدا. ما ننساش الحاجات دي في طبقنا الغذائي. حابة طبعا ازود حاجتين مهمين نسيت اشارككم معايا فيهم في الاكل. للبروتين طبعا البيض من احسن اصح الحاجات. البروتين نسبة البروتين عالية قوي فيها، وفيها كمان الدهون اللي احنا محتاجينها برضو. والفول من الحبوب الهائلة بنسبة البروتين اللي فيها. طبعا الفول، وتقليل كلنا بنحب الفول، ممكن نعمله بطرق مختلفة كتير. ولو عايزينه يبقى أخف شوية على المعدة ممكن قوي نضربه في الخلاط. في ناس بتشيل القشر، بس أنا يتهيألي أصح نضربه في الخلاط عشان يبقى فيه القشر بتاعه برضه.